بتسمعني دلوقتي في آلاف الناس خسروا شقة عمرهم في لحظة، وملايين غيرهم بيحتفلوا بأرباح خيالية. الفرق بينهم كلمة واحدة: القرار. عارفين سنة 1916، يعني من حوالي 110 سنة، الجنيه الذهب كان سعره كام؟ كان سعره 97 قرش. في الوقت ده ال 97 قرش دول كانوا بيشتروا خروفين وكمية سمنة ورز تكفي بيت كامل شهر وزيادة. النهاردة في إبريل 2026 الجنيه الذهب وصل ل 56 ألف جنيه. الرقم يخد؟ طبعا يخد، بس الصدمة الحقيقية مش في الرقم. الصدمة إن ال 56 ألف جنيه النهاردة برضو يدوب يشتروا نفس الخروفين. يعني الذهب ما بيغلاش يا جماعة، الذهب قيمته ثابتة، الورق هو اللي بيصغر وقيمته بتقل. لو عايزين تعرفوا ايه اللي حصل لفلوسنا وليه الدولار والذهب والعقار والبنك داخلين في صراع، يلا بينا وورقة وقلم. الترمومتر المشاكس، أيوه الترمومتر المشاكس، الدولار. عشان نفهم الدولار مسيطر ليه لازم نرجع لسنة 1971. التاريخ ده غير شكل العالم لما الرئيس الأمريكي نيكسون فصل الدولار عن الذهب، ومن يومها العالم بقى بيطبع ورق، والورق ده قيمته بتتحكم في أكلك وشربك. في مصر الدولار ما بقاش مجرد عملة، ده ترمومتر حياتنا. من 8 جنيه في 2016 ل 15.70 قرش في 2021، لحد ما وصل ل 51.80 قرش النهاردة في 2026. الحصر عندنا المفاجأة: رغم الرقم ده، في تقارير ومؤسسات دولية وبنوك استثمار كبرى بتقول إن الجنيه المصري بيسترد عافيته. يعني إيه؟ إن الجنيه هيرفع بفضل احتياطي نقدي وصل ل 53 مليار دولار. يعني لو بتفكر تضارب في الدولار النهاردة عشان تكسب، اسمحوا لي أقول لكم انتوا بتلعبوا في منطقة خطر. الاستقرار رجع والسوق السوداء بقت جزء من الماضي. نيجي بقى لحارس الثروة، أيوة الذهب. الناس دايما بتسألني يا آية، نشتري ذهب دلوقتي ولا لأ؟ بصوا يا جماعة، الذهب مش وسيلة عشان تبقى غني في شهر، الذهب وسيلة عشان ما تفتقرش. بصوا على الأرقام دي: جرام الذهب عيار 21 اللي كان ب 450 جنيه في 2016 النهارده ب 7050 جنيه. يعني ايه؟ يعني لو هدفك تشيل فلوسك، اهرب من المشغولات اللي فيها فصوص وخليك في السبائك او الجنيهات الذهب المغلفه. انت بترجع جزء من المصنعيه كاش باك لما تيجي تبيع. بس الذهب نفسه طويل. يعني ايه يا آية؟ اللي بيشتري عشان يبيع بعد شهر خايف من بكرة، وده بيخسر. الذهب بيتآكل بالسنين. الذهب هو الملاذ اللي بيحمي قوتك الشرائية لما العملة بتتعب. نيجي بقى للابن البار. بعيد عن الذهب والدولار، في مثل مصري قديم بيقول: إن فاتك الميري اتمسح في ترابه. والمصريين طول عمرهم بيتمسحوا في تراب العقار. في 2026 العقارات في مصر سجلت زيادة سنوية وصلت ل 40% في مناطق زي العاصمة الإدارية والتجمع والشيخ زايد والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة وأماكن كتير جدا. ليه العقار قوي؟ لأنه بيحفظ القيمة وبيديك دخلين: الأول سعر الشقة نفسها بتزيد، التاني إنك ممكن تأجرها إيجار فندقي أو تستفيد منها بأي شكل من الأشكال وتعمل منها دخل شهري. العقار هو المنافس الأول فعلا للذهب، بس في شرط: إنه محتاج سيولة كبيرة ونفس طويل جدا، وده بقى بنقول عليه استثمار تقيل، يعني مش خايف من أي حاجة. البنوك هل هي فخ؟ نيجي بقى للبنوك، الشهادات اللي الناس بتجري عليها. النهاردة الفايدة استقرت في البنوك ل 19% و20% بعد ما كانت وصلت ل 30%. الحسبة الذكية اللي محدش بيقولها لكم: لو التضخم غلي والأسعار عليت 12% والبنك بيديك 20%، يبقى أنت كسبان فايدة حقيقية 8%. إمتى تكون فخ؟ لو كنت فاكر إن أصل المبلغ قيمته هتفضل زي ما هي بعد 3 سنين. مع وجود التضخم، الشهادة دي حل ممتاز جدا للموظف أو الشخص اللي محتاج مرتب شهري.
بتضمن له مصاريفه الأساسية، لكنها مش وسيلة لزيادة الثروة، هي وسيلة للحفاظ على السيولة. الخلاصة، مفيش مكان واحد ينفع لكل الناس. عايز أمان ودخل شهري؟ يبقى البنك. عايز تحافظ على شقة عمرك للسنين الجاية؟ يبقى الدهب. معك سيولة كبيرة ونفسك طويل؟ يبقى العقار. وزي ما بنقول دايما في حكايتنا، لا تضع البيض كله في سلة واحدة. يعني وزعوا مجهودكم وحافظوا على قرشكم، والأهم استثمروا في صحتكم وعلمكم، لأن دول الحاجة الوحيدة اللي ما بيحصلش فيها تضخم. هشوفكم الحلقة الجاية في الحكاية مع آية. سلام.